السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. دايما الجزائر بتخرج علماء ومثقفين ومقامات عظيمة تبوأت مناصب قيادية في تخصصها، وفي جميع الميادين مشرفين الجزائر ومشرفين الوطن العربي بجمال ثقافتهم وعلمهم الشديد، ودايما ليهم بصمة جميلة وفريدة في المجال الديني. بنشوف أولاد الجزائر وحفظهم على شعائر الدين الإسلامي ونشره في كل مكان بطريقة مميزة، وليهم مواقف جميلة في الدول الأوروبية ونشر الإسلام فيها. قبل كده شفنا مع بعض السيدة الفرنسية اللي كانت متواجدة في الجزائر وتعرفت على عائلة جزائرية، وبدأت تتعرف من خلالها على العادات والتقاليد والشعائر الإسلامية، وعجبتها جدا فأسلمت على إيد الإخوة الجزائريين. وده كان موقف عظيم جدا لأهل الجزائر، خلاف بقى الأصوات والمواهب الجميلة اللي موجودة في دولة الجزائر في حفظ وقراءة القرآن الكريم، زي ما هنشوف مع بعض النهاردة. اتفضلوا معايا نتابع الفيديو وبإذن الله نعلق في مضمون الفيديو. وهو آية من آيات الله إن شاء الله. أحسنت. وأنا أقرأ سيرتك التي تتناسب مع عمرك، سيرة حافلة جدا. محمد الصالح أو محمد صلاح الدين رمال عمره 12 سنة. نعم. يدرس السنة الثانية متوسط. معدله 18.25. ما شاء الله. حفظ القرآن الكريم يا سادة يا كرام في 2 فقط، من 8 سنوات إلى غاية 10 سنوات. يعني حفظ القرآن الكريم سنة 2016. الله. صلاح الدين، القرآن الكريم تقرأه بالترجمة إلى لغات أجنبية. يلا قرب الميكرو ليك وقرأ لنا سورة الفرنسية ترى مترجمة. سورة الناس يا شيخ. سورة الناس مترجمة. نعم. سورة الناس بالفرنسي. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche la protection auprès le Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal de tout profiter que le conseiller qui s'esquive, qu'il suffit le mal dans les poitrines des hommes, que le conseiller soit gêne aux hommes. Soit l'anglais. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Say, I seek refuge in the Lord of Makand, the King of Makand, the Lord of Makand, from the evil of the sneaking whispering to the hearts of men, from among the jinn and men. حتى الفرنسية والإنجليزية يقرأها بأحكامها. نعم. بمخارج صفاتها. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. صلاح الدين ممتاز. يقرأ القرآن الكريم، والأغرب من ذلك كله أنه يعطيك الآية والآية التي قبلها، أليس كذلك؟ نعم. يعني بجد يا جماعة بسم الله ما شاء الله على دولة الجزائر اللي دايما ولادة، يعني دايما ولادة كده للعظماء، ولادة للعلماء. صوت جميل جدا مفيش نقاش، إحساس جميل كمان. يعني الواحد يا جماعة هو بيسمعه بيحس فعلا يا جماعة بالثقافة الجزائرية. يعني قد إيه، يعني قد إيه مثقف جدا، قدر يبين موهبته بطريقة جميلة. كل طبعا الحاضرين مبهورين بالطريقة بتاعته، مبهورين كمان بثقافته، تعدده لكذا لغة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك بجد. عشان كده دايما بقول لكم ان دولة الجزائر ولادة للعلماء بجد والمثقفين. يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. نكمل مع بعض. بعدين إن شاء الله نختبرك إن شاء الله. له اطلاع على بعض القراءات العشر، يحاول مثلا أن يقرأ سورة الفاتحة بالقراءات العشر. له اطلاع على علم العروض والنحو والشعر. ما شاء الله عليه، والله ما ترك شيئا. ما شاء الله. أسأل الله أن يحفظه من كل عين وهامة. آمين. آمين. جمع بين كل المحاسن. سورة صعبة وهي سورة الإسراء. هذه السورة اسألوا عنها مشايخ التراويح كيف يقدم بعضهم بعضا. أكثرهم يقول والله أنا مريض اليوم لا أستطيع أن أصلي. عبد الرحمن أضحكته هذا. أيوة نعم، أنا أعرف الحجج تبع المشايخ يعني. طيب شوف هذه الآية الآن، هذه الآية: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. اللي قبلها أو تسقط السماء. نعم. اللي قبلها أو تكون لك جنة أحسنت. من اللي قبلها وقالوا لن نؤمن لك. اللي قبلها ولقد صرفناه بينهم. نعم. قبل قل إني اجتمعت الإنس والجن. حسبك لا إله إلا الله. انتظر. ما شاء الله.
الآن أضع يدي على هذه الآية. يقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. الآية التي قبلها يحلفون بالله ما قالوا. أحسنت، انتظر. لا إله إلا الله. والتي قبلها أيها النبي أجاهد الكفار، واللي قبلها وعد الله الذين آمنوا. وعد الله الذين آمنوا. والتي قبلها والمؤمنون والمؤمنات. صحيح. والتي قبلها ألم يأتكم نبأ الذين من قبل. حسبك، لا إله إلا الله. الآن يا شيخ سأنتقل بك إلى سورة الأنعام، من قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله. اللي قبلها أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة. ما شاء الله. اللي قبلها اللي قبلها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أحسنت. قبلها ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم. أحسنت. اللي قبلها وإسماعيل واليسع والتي قبلها وزكريا ويحيى وعيسى حسبك. والياس. صحيح. التي قبلها وده دايما يا جماعة اللي بنقول عليه كمان إن دولة الجزائر أو الشعب الجزائري بشكل عام بيربوا أولاده من الصغر على حفظ وتلاوة القرآن الكريم بصوت جميل جدا، وإحساس طبعا جميل جدا. كبار القراء فعلا يا جماعة بيكونوا مبهورين جدا لما بيروحوا الجزائر ويتعاملوا مع الشعب الجزائري، وخاصة لما بيكونوا في ندوات ويشوفوا كده أطفال الجزائر، أطفال صغيرة جدا بتقوم بالمصلين في المساجد بقراءة القرآن بطريقة جميلة، بطريقة مبسطة. يعني بسم الله ما شاء الله. شفنا قبل كده طبعا الداعية البحريني حسن الحسيني وهو بيتكلم كلام جميل جدا عن أهل الجزائر، وكلام جميل فعلا عن أطفال الجزائر، اللي الطفل لسه سنه 7 سنين أو 6 سنين وعنده القدرة أو عنده الموهبة الجميلة في خامة صوته. يعني ربنا يزيد عليهم النعمة الجميلة دي. خامة صوت جميلة جدا في قراءة القرآن الكريم، دايما متميزين بكده يا جماعة، وحفظهم على الشعائر الدينية الإسلامية. يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك بجد. نكمل مع بعض. ووهبنا له إسحاق صحيح. ويعقوب. التي قبلها وتلك حجتنا أحسنت. آتيناها. ما شاء الله. أعطينا ماذا تعرف عن أجر كبير، لأنه لفظ يشكل مع أجر كريم في القرآن الكريم، فأنت حاول تعطينا المواضع الموجودة لأجر كبير في القرآن مع أجر كريم. ليس أجرا بهكذا، أجر كبير. يلا. أجر كبير هناك في سورة الحديد: الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ما شاء يحفظ متن الشاطبية، أليس كذلك؟ نعم. أكمل. هنيئا مريئا والداك عليهما. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى. زي ما شفنا الفيديو مع بعض، يعني بجد بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك بجد. صوت جميل جدا، إحساس جميل جدا، ربنا يحفظه بجد ويجعله ذخرا لأهله. أنا بكون مبسوطة جدا يا جماعة لما أشوف أطفال في السن الصغير ده وعندهم حفظ القرآن الكريم بصوت جميل جدا. بتبقى فعلا الصوت موهبة من عند ربنا، لكن حفظ القرآن الكريم طبيعي إن احنا نعرفه لأولادنا ونربيهم على حفظ القرآن الكريم، وكمان نعرفهم على الشعائر الدينية الإسلامية. لكن فعلا أنا بيعجبني في الشعب الجزائري إنه بيربي أولاده على كده، وحفظ القرآن الكريم يا جماعة على الألواح، يعني بطريقة جميلة جدا. سمعت قبل كده فيديو كان بيتكلم برضو ان الشعب الجزائري بيربي اولاده على حفظ القرآن الكريم على الالواح، ودي كان اول مرة اعرفها بصراحة. فعجبني الفكرة، عجبني الطريقة كمان اللي هو يدخل القرآن الكريم على قلب اطفاله، وكمان يدخله في عقولهم بطريقة مبسطة ان هم يحفظوه بالشكل كمان. ده كانت طريقة جميلة جدا عجبتني بصراحة. وشفنا طبعا الكلام ده كله لما شفنا اولاد الجزائر بيقفوا ائمة في المساجد، اطفال عمرهم صغير جدا، عارفين قد ايه يا جماعه وداركين كل قواعد واساسيات الصلاه، لدرجه ان الناس كمان بتوقفهم ائمه. يعني الناس دي عارفه الذكاء بتاعهم، وعارفين قد ايه هم حافظين القران الكريم بصوت جميل جدا وبخامه صوت جميله، ان هم يقفوا امام ويقفوا يصلوا بالناس. دي طبعا حاجه جميله جدا، حاجه نفتخر بيها لما نشوف اطفالنا كده محافظين على الشعائر الدينيه الاسلاميه وبنشروها في كل مكان بيروحوه، وكمان في الخارج يا جماعه. يعني دايما كده ما يكون في جاليات عربيه في الخارج نشوف كده اللي بيقوم بالمصلين بيكون شاب طبعا من الجزائر، بيبين جمال الدين الاسلامي في كل مكان بجد. يعني الواحد بيبعت للشعب الجزائري الحبيب من خلال القناه كل التحيه وكل الاحترام على المبادئ الجميله اللي بتربوا اولادكم عليها وبتنشئوهم عليها، بيطلعوا بقى يبينوها يا جماعه ويبينوا الثقافه الجزائريه. ده اللي عجبني بصراحه، وده اللي شفته. وجميع طبعا المسابقات زي المسابقه اللي كانت معانا النهارده،
الطفل الجزائري بين من خلالها يعني جمال الثقافة بتاعته، باين من خلالها جمال حفظه للقرآن الكريم. يعني اللهم بارك بجد، عجبني الفيديو بصراحة، وهستنى كمان آرائكم في الكومنتات. ما تنسوش طبعا يا جماعة تقولوا رأيكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يسعدني جدا ويشرفني انضمامكم معايا في القناة. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.